السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير وفي أفضل أحوالكم. أتمنى لكم الصحة والعافية. أتمنى كذلك ألا تنسوا الاشتراك في القناة مع اللايك والتعليق، وكذلك مشاركة الفيديو فضلا وليس أمرا حتى تعم الفائدة. موضوع اليوم هو عن واحد الصحابي جليل الذي أرسل له الله جيشا من النحل ليحميه. وهذا الصحابي الجليل هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه، أحد أبطال الإسلام الذين شاركوا في غزوتي بدر وأحد، وكان مثالا في الشجاعة والثبات والوفاء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت له مواقف بطولية كثيرة جدا، أبرزها موقفه المشرف في غزوة أحد، حيث حين ثبت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عنه رغم انسحاب البعض، كما أظهرت مهارته الفائقة في الرماية، حيث أصاب 2 من قادة قريش، مما أثار غضب والدتهما سلافة بن سعد التي أعلنت جائزة كبرى لمن يأتيها برأسه. وكذلك من ما تعرض له هذا الصحابي الجليل، هناك مكيدة معروفة جدا تعرض لها هذا الصحابي كما قلت عاصم بن ثابت، بعد أن ادعت قبيلتان الإسلام وطلبتا من النبي صلى الله عليه وسلم إرسال معلمين لهما. فكان من بين ال10 المرسلين الصحابي عاصم الذي وقع في كمين غادر، ولما أحاط به الأعداء دعا الله عز وجل ألا يمكن أحدا من الكفار من لمس جسده، فاستجاب الله دعاءه بطريقة عجيبة، حيث نزل جيش من النحل أحاط بجسده ومنعهم من الاقتراب منه، ثم تبع ذلك مطر شديد وسيل جرف جسده إلى مكان لم يعرف. لقب هذا الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت بحمي الدبر، الذي أطلقه الناس عليه نسبة إلى النحل الذي أحاط بجسده، وهي جماعة النحل كما قلت التي حمت جسده بعد استشهاده، مؤكدا أن هذا الموقف هو دليل على كرامة هذا الصحابي الجليل ومقامه العالي عند الله، كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. هذه قصة العجيبة لهذا الصحابي الذي أرسل الله مجموعة من النحل لكي تحمي جسده، وأن يأخذه الكفار ويمثلون بهذا الجسد الطاهر. وأتمنى الموضوع يكون عجبكم، وأتمنى كذلك أن تقوموا بمشاركة هذه الموضوعات